ازيكم يا جماعة، معاكم الدكتور محمد الزلوعي من مركز الزلوعي لتقويم الأسنان. والنهاردة هنتكلم عن حالة تقويم عندنا فيها الناب مدفون. طبعا مش في كل الأحوال بنخلع الناب المدفون. احنا بنخلعه في حالات معينة، لما بيكون آه، صعب جدا ورخم في تنزيله زي ده مثلا، أو بيكون الضرس اللي هو رقم 4 حل محله وبشكل كويس جدا، ويعني احنا لو شلناه هيبقى بنطول فترة العلاج. يعني الحالة دي مثلا المريض ما يعرفش ان عنده نم مدفون من اساسه. ظهر لنا طبعا في الاشعة اللي ظهرت في اول الفيديو، زي ما انتم شايفين هي العملية بتتم بالطريقة دي. عملية ما هياش صعبة، بس ما انصحش اي ممارس عام ان هو يعملها بنفسه يعني. طبعا ده نظرا لان يعني في اماكن واعصاب وشرايين مهمه بتمر في المنطقه بتاعه الحلق، في الحلق، فلا بد ان يكون اللي يعمل العمليه دي يكون شخص متخصص. احنا دلوقتي بنقسم الناب ده لنصين. طبعا اللي هيطلع معانا في الاول هو الكراون او راس الضرس زي ما هنشوف كده دلوقتي. طبعا زي ما انتم شايفين النوع ده يفضل خلعه لانه بعيد قوي 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 قوي. زي ما انتم شايفين ده اللي طلع، ده الكراون او الراس، واللي بيتحرك ده الجدر بتاعه كبير جدا. احنا بنقدر نعرف اذا كان هو مدفون ناحية سقف الحلق او من بره عن طريق الاشعة. ازاي؟ بنبص عليه. الاشعة لو مطلعاه، البانوراما لو مطلعاه كبير، حجمه كبير، فمعناه ان هو مدفون لورا. لو مطلعه حجمه صغير بيبقى مدفون لقدام. وغير طبعا كده احنا بنبدأ نحسس وبنشوف بايدينا في الاول. لو ما ظهرش بايدينا بنتأكد عن طريق الاشعة. الطريقة دي لها تفاصيل كتيرة علمية، مش عايز اوجع دماغك بيها يعني. ده زي ما احنا شايفين الجدر اهو كبير بيتحرك. طبعا لو عملنا تقويم، كملنا حالة التقويم وتناسينا خالص ده الناب المدفون ده ممكن يؤدي لان هو يدوب جذور السنان اللي بتتحرك حواليه. عشان كده هي خطورته في كده. عشان كده احنا بنشيله في اول التقويم بالطريقه دي، وبنشيل العظم المتكون حواليه. عشان كده تلاقي دايما السنان اللي حواليه بدأ يحصل فيها لخلخه، ودي بتروح بعد شهر بالظبط. بعد شهر بالظبط من ان هو يتشال ويبدأ سقف الحلق يكون عظم تاني مكانه. مش في كل الاحوال زي ما اتفقنا بنشيل فيها الناب المدفون. بيكون في احوال معينه زي اللي ظهر عندنا، زي ما انتم شايفين صفة الاسنان هو ملوش مكان اصلا، وصفة الاسنان مظبوطة من غيره، والعيان نفسه ما يعرفش ان في نم مدفون. زي ما انتم شايفين اهو شكله ما شاء جميل الله، لا جدا، قوة إلا ضخم بالله. زي ما احنا اللهم شايفين، صل على حاجة حضرة النبي. يعني كانت صعبة جدا. وبعد كده بنبدأ ان احنا نقفل السوتشرز بالمنظر ده. العملية ظاهرها ممكن تكون صعبة، ولكن عمليتها في منتهى السهولة لما بتكون عند شخص متخصص أو مركز متخصص زي عندنا. نتمنى نشوفك إن شاء الله عندنا. كان معاكم دكتور محمد الزلوعي، مركز الزلوعي لتقويم الأسنان. بادر بالحجز عشان تقدر تحصل على أفضل نتيجة في أسرع وقت وبأفضل سعر. ومع السلامة. لو بتتابعنا من على اليوتيوب اشترك في القناة وفعل الجرس. لو بتتابعنا من على الفيسبوك لايك للصفحة. ومنتظرينكم، ومع السلامة. كونتاكت هنا شديدة جدا. ايه؟ الكونتاكت هنا شديدة.